طيب خلونا ندردش مع بعض شويه. البنت ديت اسمها مريم، كاتبه كومنت على فيديو كنت بجهز فيه اوردر تقريبا لواحد طالب اوردر لخطيبته، او ام طالبه اوردر لبنتها. المهم اللي هو كان فكرته لحد طالب هديه لحد بيشجعه يعني على المذاكره وكده. فهي كاتبه وبتقول: وانا مين يشجعني على الدراسه، ده انا في ثالثه ثانوي. فبصراحه لقيت نوعيه من الكومنتات ديت لناس كتير قوي، او بنات كتير قوي متضايقين ان ما حدش طلب لهم اوردرات من عندنا، واحنا خلاص داخلين في موسم الامتحانات، وحرفيا ان البنات كلها ما شاء الله مضغوطه في شغل، مضغوطه في مذاكرتها. فانا كنت عايزه اقول لكم يا جماعه في الفيديو ده، لو موجود في حد في حياتكم بيدعمكم، فدي حاجة طبعا نعمة كبيرة جدا من ربنا تشكروا عليها ربنا كل يوم. اللي يبقى في حد موجود في حياتكم مهتم ان انتوا في فترة مضغوطين فيها فيعمل لكم مثلا اوردر عشان يبسطكم، ويا كتر الناس اللي بيطلبوا من عندنا اوردرات كده، فدي نعمة في حياتكم. ايا كانت قيمة الاوردر ايه، افرحوا يا جماعة وانبسطوا اللي في ناس زي كده موجودة في حياتكم. اما بقى الناس اللي لسه ربنا ما رزقهمش بناس زي دي، فما تقلقوش، يعني مسيركم ان شاء الله هتقابلوا ناس زي كده تدعمكم في حياتكم. اللي مش هيدعمكم في الدراسه دلوقتي هيدعمكم في الشغل، هيدعمكم في مسؤولياتكم اللي هتبقى بعد كده هو بقى. طيب انت بقى دلوقتي تعملي ايه لو مفيش حد في حياتك بيدعمك؟ انت الداعم لنفسك، ادعمي نفسك يا ماما، ابسطي نفسك يا ماما. انا اوقات والله العظيم لما كنت في ثانوي ما كانش في حد بيدعمني ولا حد بيشجعني، طبعا اهلي ربنا يحفظهم لي، بس احنا ما عندناش ثقافه الاهداء. فكنت بعمل ايه والله، ساعات كنت برجع من الدروس اجيب لنفسي كيس نسكافيه. انا النهارده هروق على نفسي كوبايه نسكافيه، دي بالنسبه لي انا راضيه الحمد لله. ساعات مثلا والله كنت اجيب لي كنزايه زي دي، انا بحب ديو ده من زمن الزمن، انا مثلا وثلاثة اربعة في مصر اللي بنحبه، فاجيبها لي. انا هكافئ نفسي، اجيب لي حاجه حلوه، اجيب لي اكله حلوه، اشتري لي مثلا دريس جديد. انتي دعمي نفسك وانتي ابسطي نفسك، وما تستنيش الدعم. على فكره اقول لكم على حاجه، حتى لو في حد في حياتك بيدعمك وانتي اساسا مش مبسوطه مع نفسك، عمرك ما هتنبسطي لو ايه عمل لك ايه. فاهمين؟ فالسعاده الحقيقيه او الرضا الحقيقي بيبدا منك انت. فانت اتعلمي ازاي انت ترضي نفسك، ازاي تسعدي نفسك، ازاي تدعمي نفسك، عشان حتى لما يجيلك الدعم الخارجي تعرفي تستقبليه صح.